صرنا نحكي عن بطولات أهل اليمن. ليش؟ شو عملت اليمن؟ عملت اللي ما قدر حدا يعمله، وأعطت درس للعرب كلهم في الشجاعة والمواقف. يا ريت كل العرب يمن، ويا ريت حدودنا مع اليمن. والله كان ما استجرأ ابن مرة يطلع لنا بعين شو ما كانت قوته. نزلت ستوري على انستا وكتبت غول العرب، وحرفيا غول يا زلمه. المفروض هذا الزلمه نطبع صورته ونحطها قدامنا على الحيط عشان كل يوم لما نصحى من النوم نبوس راسه. وصلتني كتير رسائل من اهل غزه، رح اعرض بعضها. الرساله الاولى بتقول: السلام عليكم رفعت، شفت شو اليمن عملوا، يسعد ربهم من نص غزه، ما إلنا حكي غير اللي صار، الله يشد على ايديهم ويقويهم. ورساله ثانيه بتقول: اخوي انت الوحيد اللي بتقدر توصل صوتنا وشكرنا لاهل اليمن، هذه أمانة تشكرهم باسمنا في غزة، شكرا. ورسالة ثالثة بتقول: عوافي يابا، أسألك بالله توصل رسالتنا بالفيديو الجاي وتقول لأهل اليمن لا تتركونا، ومهما خذلتم ضلوا معنا، لأنه ما ضللنا غير الله وإنتو. أهلنا في اليمن لا تسيبونا، لأنه حرفيا ما ضللنا غير الله وإنتو. اليمن كشف لنا كذبة الدول العربية إنه ما بنقدر نعمل شيء. عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. مش جديدة عليهم هذه القوة. هل تعلم يا ابن خالتي إنهم أول من ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول من رحبوا به هو وأصحابه؟ اليمن أصل العرب وكل العرب. يا ريتنا كلنا اليمن، ويا ريت نوجه بوصلتنا نحو اليمن. يمكن وقتها نعمل جيل شجاع وكريم. حيهم أهل النخوة والشجاعة، حيهم من سطروا التاريخ، حي رب